السلام عليكم. انهيار وجنون الإعلام الجزائري بعد اختيار رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع رجل العام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والكاف يصدم الجزائر وينتصر للمغرب. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. بعد اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع رجل العام داخل القارة الإفريقية، لما حققه هذا الرجل من نجاحات للكرة المغربية سواء على المستوى العالمي أو المستوى القاري أو المستوى المحلي من إنجازات عديدة، والذي وصل بالمنتخب المغربي إلى المربع الذهبي في كأس العالم لأول مرة لأي منتخب عربي وإفريقي. فقد تسبب هذا القرار في انهيار وجنون الإعلام الجزائري، وأولهم المعلق الجزائري حفيظ دراجي الذي أبدى غضبه من هذا القرار وقال: لماذا دائما الاتحاد الإفريقي ينحاز إلى المغرب ويعطوه دائما الأفضلية على الجزائر؟ وأعتقد بعد قرار الاتحاد الإفريقي باختيار المغربي فوزي لقجع رجل العام في القارة الإفريقية، أعتقد أن المغرب هي التي ستنظم كأس الأمم الإفريقية لعام 2025، وهي التي ستنتصر على الجزائر في هذا الملف كما توقعت من قبل، لأن المغرب لديها نفوذ كبير داخل الاتحاد الإفريقي بعكس الجزائر التي ليس لديها أي وجود ولا رجال يحموها داخل الكاف. بينما علق أسطورة الكرة الجزائرية علي بن شيخ وأدلى بتصريحات لقناة الهداف الجزائرية وقال: المغرب تتفوق على الجزائر في كل شيء الآن في كرة القدم، ومن يقول غير هذا فهو مجنون حقا ولا يفهم شيئا في كرة القدم. أنا أعرف أن الجزائريين سوف يهاجموني بسبب هذه التصريحات، ولكن هذه هي الحقيقة. فالمنتخب المغربي أصبح من كبار المنتخبات في العالم الآن، بينما المنتخب الجزائري أصبح تائه في إفريقيا ولا يمتلك حلول من أجل استعادة لقبه الإفريقي الذي حققه عام 2019. فماذا فعل المنتخب الجزائري في كأس الأمم الإفريقية الماضية؟ فخرج من الدور الأول ولم يصل إلى كأس العالم، بينما المنتخب المغربي حقق المعجزة في كأس العالم الأخير وهزم منتخبات كبرى مثل أسبانيا والبرتغال وبلجيكا، وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى المباراة النهائية لولا الحكم المكسيكي الذي تآمر على المنتخب المغربي من أجل إقصائه من المباراة النهائية. وأتمنى من كل قلبي ألا نواجه المنتخب المغربي في أي مقابلة، لأننا سننهزم هزيمة كارثية سيتذكرها التاريخ أمام المنتخب المغربي. وفي النهاية، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.